النجاح قمة لا يرتقي سلمها إلا أصحاب الهمم العليا، لأن همتهم تقودهم إلى المواصلة وإن تعثرت خطاهم. فالمثابرون يصلون للقمة، والمتميزون يحافظون عليها، أما المبدعون فيصنعون قمما جديدة. صوت العرب من القاهرة يقدم قصة نجاح، إعداد وتقديم رندا فودة. أيها الأصدقاء، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج قصة نجاح. ضيفتنا لهذا اليوم هي الفنانة التشكيلية السعودية الكبيرة سلوى حجر. أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا سعيدة جدا بهذه المقابلة من صوت العرب، الأخت رندا. أهلا بكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. أهلا بك معنا الفنانة السعودية الكبيرة سلوى حجر. لو حكيت لنا عن بدايتك، بداية الشغف للرسم. بدأت رحلتي مع الفن منذ الصغر، عندما كان عمري تقريبا 6 إلى 7 سنوات. كنت دائما أرسم وأبي ألاحظ هذه الموهبة، فشجعني عليها، فبدأ يجلب لي الخشب. بعد ما أنا صرت أرسم على درف الدواليب من الداخل، فعرف موهبتي، فبدأ يجلب لي الخشب وبدأت أرسم عليها. وبعدين كانت في مجلة الكواكب آنذاك كانت تصدر فيها على أغلفة المجلات فنانات مثل زي صفاء أبو السعود ونجلاء فتحي وسعد حسني، فكنت يعني أرسمها، يعني أعمل لها زي الكبير على الخشب. وبعد كده يعني تجي المحطة الثانية، هو دخولي عالم الفن الحقيقي في الساحة الفنية سنة 1420 في بيت الفنانين التشكيليين، وكان يدير البيت الفنان الأستاذ الرائد الآن هو هشام بن جابي. فأول لوحة دخلت فيها البيت الفنانين التشكيليين على طول أخذوها وشاركوا بها في المعرض المعاصر لجمهورية مصر العربية، كان سنة 1422 هجري. وبعد كده توالت المعارض، منها لمسة وفاء لصاحب السمو الملك الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، كان عام 1422. وفي تلك الفترة كان الفن التشكيلي تحت رعاية الرئاسة العامة لرعاية الشباب. قاموا مسابقة على مستوى المملكة، فحصلت على المركز الثاني، وكان يعني هذا الفوز كان تحفيز لي لمواصلة مسيرتي الفنية. وبعد كده توالت المعارض الداخلية والخارجية. واسم على ساعدي، نقش على بدني، واسم على ساعدي، نقش على بدني، وفي الفؤاد وفي العينين يا وطني، واسم على ساعدي، نقش على بدني، واسم على ساعدي، نقش على بدني، وفي الفؤاد وفي العينين يا وطني، واسم على ساعدي، نقش على بدني.
أنت منذ البدء لحنها أجدادي الشموخ فانسالت إلى أذني. جميل. الفنانة سلوى حجر سنة 2000 بالميلادي تقريبا. طيب، لكن في هذا الوقت السعودية منغلقة، وعمل البنات وخاصة في الفن التشكيلي واللوحات والمعارض صعب شوية. وما هي الصعوبات التي واجهتك كامرأة وزوجة؟ وهل وجدت تشجيع من الأهل؟ الأب طبعا أوكي كان في تشجيع. بالنسبة للزوج؟ صعوبات يعني تواجه الفنان في بداية المشوار الفني، لأن الفنانة السعودية موجودة من زمان، ولكن في ظل المناخ اللي ما كان متوفر للكل والقيود التي كانت مفروضة على المرأة بحكم المجتمع، المتذوقين الناس كلهم يعني يدعموني بتشجيعهم بكلامهم الحلو. فأنا أشاكر الكل مين يعني صراحة دعمني وشجعني. لو حكيتي لنا عن بعض المواقف الصعبة اللي مريتي بيها خلال مشوارك وكيف تغلبت عليها؟ طبعا مثل ما أسلفت سابقا، عدم توفر المواد للرسم، وعدم توفر المناخ لمحدودية الحركة والتنقل والمشاركة والتغلب عليها. كان الأول بمساعدة يعني والدي الله يرحمه، والثاني بوجود رجل خلفي يدعمني ويحاول توفير المناخ المناسب لي. أيضا كان زمان يعني دائما الصدارة للرجل، زي ما احنا عارفين المرأة يعني مهمشة، وكان دائما المعارض المشاركات الخارجية كله الرجل. والآن الحمد لله ولله الحمد لا توجد صعوبات. برؤية 2030 أتاحت للمرأة السعودية المشاركة في كل مكان داخل المملكة وخارجها، وفتحت يعني فعلا مساحات كبيرة في كل مكان تظهر إبداعها بكل الألوان، بكل الفنون البصرية، حتى في السياسة، في المجال العسكري، ولله الحمد. متى تمسك الفنانة السعودية الكبيرة سلوى حجر الريشة وترسم؟ هل وهي سعيدة جدا أم حزينة؟ طبعا الفنان، أنا دائما أقول الفنان هو مثل الشاعر، مثل الشاعر، مثل ملحن، مثل أي الفنانين كلهم يعني مثل بعض. لا يمكن لأي شخص سواء كان ملحن أو شاعر أو فنان أن يكتب أو يلحن أو يرسم دون أن يكون له إلهام معين، لأن الإنسان يتأثر أو يستجيب لأي أحداث خارجية أمام حواسه، سواء كان الإحساس هذا بالجمال أو غير ذلك، وهي استجابة طبعا طبيعية وإثارة نفسية يضعها في قصيدته أو لحنه أو لوحته. فأنا يعني أكبر برهان على كلامي هذا الإنسان يعني يتأثر بالأحداث الخارجية، زي مثل حرب العراق وفلسطين وأحداث 11 سبتمبر وأيضا لبنان وغيرها من الأحداث. حتى الطبيعة إن لم تحرك شيء في داخلك مش ممكن ترسمها، أو الصورة التي أمامك سواء كانت أشجار أو بحار أو أي نوع، إذا لم يحرك في وجدانك شيء مش ممكن ترسم. فدائما الإلهام الخارجي هو الدافع الكبير الذي تترجمه على لوحتك. أما ما يلازمني فأنا حقيقة دائما تستهويني الطبيعة أكثر. الفنانة التشكيلية السعودية الكبيرة سلوى حجر، اذكري لنا المعارض والبلاد التي عرضت فيها لوحاتك. الحمد لله أنا لي في الساحة الفنية منذ عام 2000 ميلادي، وشاركت بمعارض كثيرة جدا جدا داخل المملكة وأيضا خارجها. من ضمن المشاركات طبعا الداخلية فوق 300 معرض أو حاجة زي كذا من جميع يعني مدن المملكة. أما خارجها فشاركت في سلطنة عمان والكويت، طبعا العراق، البحرين، دبي، الأردن، فلسطين ولبنان وتركيا، المغرب، مصر، ألمانيا، إيطاليا، لندن، فرنسا، أوكرانيا وروسيا. طبعا مثلت المملكة في هذه البلدان والحمد لله. الفنانة التشكيلية السعودية سلوى حجر، ما رأيك
في الفنانين التشكيليين الشباب؟ أولا بنلاحظ يعني دحين إن الفنانين في هذا العصر أنه يقفزوا على طول إلى التجريد من غير يعني ما يمروا بمراحل الفن الصحيحة، بدءا بالكلاسيكية الواقعية. لابد أن الفنان أن يتدرج بالمراحل حتى يصل إلى العالمية بإذن الله. أولا طبعا يمر بمرحلة المحاكاة، ثم الكلاسيكية الواقعي. عندما يبدأ أي عمل فني هناك أساسيات لابد أن يعرفها الفنان. فالفن لا ينضبط بقانون لوني معين، بل هناك لون يسيطر فقط على العمل ينجذب إليه المتلقي. فالفنان الذكي العارف بأسرار الألوان يستطيع أن يكون علاقة بينه وبين المتلقي. كل عمل يعمله لازم يكون فيه بنية لونية شكلية تتأسس من خلال ترابط علاقات تلك العناصر بعضها مع بعض. أنا بعض الأحيان يعني لما يدخل اللون الموف في أعمالي وألوان غريبة، ولكن بالترابط بينها وبين العمل فينجذب المتلقي لها. طبعا لازم يكون صدق الإحساس في أعماله، يعني يهتم بالعناصر المهمة ألا وهي عنصر اللون، الضوء، التكوين، الهرمونية، لإيصال إحساس صادق للمتلقي، ليشعر المتلقي براحة نفسية. كمان أيضا اللوحة يجب أن تجسد رسالة. ملخص الكلام، الفنان لا يتوقف أبدا عند مستوى معين، بل يظل ويتعلم ويثقف ويترقب ويتطلع على ما هو أحدث وجديد، ويتعلم من أخطائه. أيضا لا ننسى المشاركات الدولية، طبعا إضافة كبيرة للفنان، ويزيد من رصيده الفني ويزيد خبرة. فهو يكون جسر تواصل بين ثقافات مختلفة، ويتعرف على تكنيكات وأساليب كثيرة، ويكون الفنان كما قلنا قاعدة جماهيرية كبيرة تشجعه للمشاركة. فأنا خدت يعني مشاركات محلية كثيرة ودولية. عارفين المشاركات الخارجية هي نقلة نوعية للفنان، انتقال يعني طبعا من الساحة المحلية إلى الساحة الدولية، وهذا طبعا يعطي للفنان نوعا ما طموح وزخم نحو دائرة الضوء والانتشار. فهو طبعا تخدم الفنان ويلقي الضوء على أعماله ويضعه في دوائر الضوء ولترويج أعماله لشهرته، وهذا دائما ما يكون يعني مطلب وسعي كل فنان للانتقال من الساحة المحلية إلى الدولية. فيعني أنا أنصح لكل فنان أن يعني ينتقل من الساحة المحلية إلى الدولية. طبعا أيضا كمان أن يتسلح بالثقافة والمعرفة الفنية للدخول إلى عالم الفن التشكيلي، يخوض كما قلت التجارب التشكيلية المختلفة بمراحلها الأساسية، زيارة المعارض الداخلية والخارجية، لا ينجرف وراء الشهرة الزائفة. الثقة بالنفس عامل أساسي في الإنتاج والتطور. التمسك أيضا بالهوية وثقافة البلد، وأن يقدمها بطريقة جميلة، لأنه الفنان هي يعني زي ما تقولي هو واجهة بلده، هي رسالة بلده للعالم. بالنسبة للشباب العربي بشكل عام، أنت هنا قدمت نصائح للشباب اللي هم ليهم علاقة بالفن التشكيلي. أنا عندي مثل الرجل السيرك عندما يمشي على الحبل يجب عليه أن يمشي أمامه لا يكترث بالمشجعين عن يمينه ولا المحبطين عن يساره. إذا نظر إليهم سوف يقع، فلا بد أن يمشي في طريقة حتى يصل للنهاية. كذلك صاحب الموهبة أو صاحب فعلا الموهبة الله سبحانه وتعالى أعطاه من الموهبة والجمال فليخدم بها الناس، فلا بد أن يصادف ناس يحبطوا في عزيمته أو ناس ممكن يرفعوه لسابع سماء، فلا يقترب بهم ولا يهتم ولا تأخذوا في داخله إلى غرور أو إحباط، فلا بد أن يكمل مسيرته إلى أن يصل إلى ما يريد. مسير الشمس من ثاني تنور فوق سنين عمر وتصبح غنوة من ثاني وترجع فرحتي بصدري. مسير الشمس من ثاني تنور
أفرح وأتعجب على الأسماء، وبكرة وردتي تسرح، يوم ما تعود مع النسمة حبيبي بكرة راح أفرح وأتعجب على الأسماء. مسير الحب حيجيبك، يشيل الفرحة لحبيبك، مسير الحب حيجيبك، يشيل الفرحة لحبيبك. الفنانة التشكيلية الكبيرة سلوى حجر، حدثينا عن رسوماتك لفلسطين. والله أستاذة رندا، أي إنسان يتأثر أو يستجيب لأي أحداث خارجية ظهرت أمام حواسه، سواء كان هذا الإحساس يعني بالجمال أو غير ذلك، هي استجابة يعني طبيعية وإثارة نفسية يعني يضعها أي فنان على لوحته، سواء كان إحساسه جميل أو مرعب أثر فيه فينقل هذه الصورة في لوحته. فأنا طبعا تأثرت بأحداث فلسطين من قبل 23 سنة، عندما شاركت في معرض لمسة وفاء لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود يرحمه الله للفنون التشكيلية، الذي أقيم في سوق الحجاز بمكة المكرمة سنة 2000 ميلادي، ومنحت فيها الحمد لله شهادة ودرع. وأيضا كمان مشاركتي في اللاذقية 24 يوليو سنة 2004 في المركز الثقافي البناء القديم. أيضا كمان معرض القدس هويتنا منارة العرب للثقافة والفنون، كان هذا المعرض الإلكتروني سنة 2021 ميلادي. وأيضا بمناسبة اليوم الوطني للتراث الفلسطيني والذي يقيم يعني دائما بتاريخ 9/10/2022 وأيضا سنة 2023. مشاركتي بالمعرض الإلكتروني الإبداعي الأول يوم الأرض سنة 2022 وأيضا سنة 2023. معرض مهرجان غزة تقاوم للسنة الرابعة أنا بشارك فيه. أيضا كمان المعرض الإلكتروني الإبداعي المتميز الأول السنوي، يعني هو سنوي، سيف نصرة القدس سنة 2021. فيعني توالت المعارض كلها عن فلسطين.
الفنانة السعودية سلوى حجر، هل وصلت لما تطمحين إليه أم ما زلت تسعين لتحقيق المزيد؟ وأين ترى سلوى حجر نفسها مستقبلا؟ أنا ما زلت أجتهد وأتعلم وأخوض التجارب الفنية باجتهاد وانفتاح على العالم، محاولة مني أن أدخل من بوابة الحداثة بأسلوب الكلاسيكي، بأسلوبي الذي لا يمثل إشكالية مع المعاصر. وإن شاء الله سأظل أتعلم وأخوض التجارب الفنية المختلفة وأجدد من أفكاري، لأقدم أعمالي بشكل متعادل ومتخصص تبرز فيه شخصيتي الفنية والثقافية من خلال أعمالي الفنية. وأعتبر كل مرحلة فنية وكل محطة فنية في مشواري الفني ما هي إلا محطة ثقافية وإبداعية لها أبعادها الخاصة وثقافتها بحرفية وفنية واحترافية. طبعا أنا كلما ارتفع مستوى الفني والثقافي في أعمالي كلما أيقنت إني يعني لازلت أتعلم وأجتهد بطموح ومثابرة وكفاح مشرف، حتى وإن بلغت يعني مراحل التجويد الفني والمستوى الرفيع، إلى أنني دائما أحاول أن أهيئ نفسي بإني ما زلت أجتهد وأخوض التجارب الفنية. طبعا دائما أقول لنفسي إن سلوى حجر ما زالت تتعلم وتجتهد وتكافح لتحل يعني مكانة فنية ثقافية مهمة في عالم التشكيل. شكرا للفنانة السعودية القديرة سلوى حجر على هذا اللقاء. الشكر لك أستاذتنا الرائعة رندا فودة على استضافتي في هذا البرنامج، وألف شكر لك وكل عام وأنتم بخير. النجاح قمة لا يرتقي سلمها إلا أصحاب الهمم العليا، لأن همتهم تقودهم إلى المواصلة وإن تعثرت خطاهم. فالمثابرون يصلون للقمة، والمتميزون يحافظون عليها، أما المبدعون فيصنعون قمما جديدة. قصة نجاح، إعداد وتقديم رندا فودة.